يا صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا فطاير في المقلاة. النهاردة هنعملها بحشوة اقتصادية، يعني بدون فراخ وبدون لحمة. النهاردة هنعملها اقتصادية جدا، هنعملها النهاردة بحشوة البطاطس. طعمها حلو جدا، وكمان هنعمل مع بعض العجينة اللي هي عجينة الرقاق. بجد من احلى واجمل الوصفات اللي انتوا ممكن تعملوها وتجربوها كمان في الصيام. يلا بينا على طول نبدأ في الطريقة ونبدأ في الوصفة، بس اهم حاجة متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. هنا معايا المكونات اللي معايا 300 مللي من المية، مية دافية. ضفت كمان معاهم معلقة صغيرة من الملح و3 معالق كبار من زيت الزيتون. زيت الزيتون حلو جدا وبيدي طعم ونكهة حلوة اوي للعجينة. وكمان نزلت في الدقيق، بس سبت معلقة صغيرة كده في الاخر عشان نشوف العجينة معانا هتحتاج المعلقة دي ولا لا. يعني طبعا انتوا عارفين ان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. هنا دول الدقيق اللي انا نزلت بيه، دول 500 جرام من الدقيق بس، الا معلقه صغيره. هنشوف في الاخر العجينه هتحتاجها ولا لا. هنا هنبتدي نعجن. انا وانا بعجن حسيت ان العجينه ملزقه في ايدي، يعني لسه محتاجه شويه دقيق تاني، فضفت المعلقه اللي انا كنت حطاها على جنب اللي هي معلقه الدقيق. هنا العجينه خلاص هي مش محتاجه دقيق تاني، هي لازم تبقى طريه شويه وتكون يعني بتلزق في ايديكوا حاجه بسيطه يعني. وهنا اخر حاجه عشان الم بيها العجينه، ضفت كمان معلقتين كبار من زيت الزيتون. هتفرق معاكم قوي في العجينه، لازم اخر حاجه تضيفوها عشان تلموا بيها العجينه معلقتين كبار من زيت الزيتون. بجد هتفرق معاكم وهتدي العجينه طراوه كده، وبتديها كمان ملمس ناعم جدا. زي ما انتم شايفين العجينه بجد يعني ملمسها ناعم جدا وجميله. هسيبها بقى شويه تريح شويه، هي مش هتخمر، هي ما فيهاش خميره، بس هسيبها شويه تريح. وبعد كده بقى نبتدي اول حاجه كده هنبتدي فيها بقى نحضر مع بعض الحشو. هنا معايا 3 بطاطسات، هقطعهم كده مكعبات يعني عشان اسلقهم بس مش اكتر. فطبعا انتوا ممكن تكتروا عن 3 بطاطسات، بس انا يعني المكونات اللي انا استعملتها او الكميه اللي انا يعني محتاجاها احتاجت معايا 3 بطاطسات بس. فانتوا ممكن يعني الكميه طبعا حسب اللي انتوا هتعملوها. وضفت معاهم ميه، دول تقريبا كوبايتين ميه ومعلقه صغيره من الملح. هسيبهم بقى على النار يستووا براحتهم لحد ما نعمل الرقاق. هنا بقى هنقطع كده الرقاق قطع صغيره، يعني زي يعني كل واحده قد الليمونيه كده هوت، او يعني قد الاستفندية الصغيره. هنا بقى هسيبها تريح كده شويه، وبعد كده بقى نبتدي ان احنا نشتغل فيها. بس اهم حاجه لازم نغطيها ببلاستيك او نغطيها بفوطه علشان بس الوش معانا ما يعملش قشره. وهنبتدي بقى نفردها، يعني على قد ما تقدروا حاولوا ان انتوا يعني تخلوا سمكها رفيع جدا، يعني رشوا كده شويه دقيق من فوق ومن تحت، ما تقلقوش خالص. احنا بعد كده هننفضها كويس من الدقيق، بس الدقيق هيساعد ان الفطاير او العجينه تتفرد معاكم بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجه توصلوا للسمك ده، لازم تكون معاكم زي شفافه كده، وبوسه تلاقي ان صوابعكم باينه من العجينه كده من تحت. هنا هكمل كل الكمية كده بنفس الطريقة. وبعد كده بين كل واحدة واحدة هنرش شوية دقيق صغيرين علشان بس ما يلزقوش في بعض. نص كيلو من الدقيق، يعني تخيلوا نص كيلو من الدقيق هيعملوا معاكم اكتر من 14 رقاية صغيرين كده بالحجم ده. هنا خلصت كده كل الكمية اللي معايا. ابتدي بقى نسويها في طاسة كده على النار، الطاسة تكون دافية، وهبتدي بقى نسوي الرقاق بتاعنا. بس اهم حاجة لازم الرقاق ما ياخدش لون، يعني اول بس ما تبصوا تلاقوا ان هو خد لون بسيط خالص، احنا عايزينه يكون لونه ابيض كده علشان يساعد معانا واحنا بنحشيه ان هو يتقفل معانا بسهولة ما يكسرش. احنا عايزين الرقاق بتاعنا يكون طري. هنا اول بس ما ياخد لون بسيط هنبتدي نطلعه. احنا لازم يعني نطلعه يكون لونه ابيض، واول ما يطلع لازم نغطيه باي حاجة علشان يفضل كده محتفظ كده، يعني ان هو يكون طري معانا لحد اخر واحدة. فاهم حاجة لازم نغطيه كويس. هنا بقى البطاطس معايا استوت، صفيتها كويس جدا من المية. اهم حاجة لازم تطلعوها في مصفى وتصفوها من المية، يعني دي اهم خطوة. وبعد كده هنبتدي بقى نحضر الحشوة. هنا معايا بصلتين هقطعهم مكعبات صغيرة. على فكرة الحشوة دي ممكن يعني تبدأوا فيها زي ما انتوا عايزين، ممكن تزودوا حاجات، ممكن كمان تزودوا تونة لو انتوا حابين. بس التونة هنضيفها في الاخر، طبعا التونة مش هنحطها على يعني على النار. الحاجات دي كلها اللي انا بعملها دي هنحطها على النار في الطاسة على النار، لكن لو هتضيفوا تونة يبقى التونة يعني هتحطوها بعد ما تسووا الحشوة.
هنا كده معايا 3 فلفلات اللي هو الفلفل الرومي. الالوان بتدي برضو طعم حلو جدا، ممكن كمان تستكفوا يعني بنوع واحد، مش لازم الثلاث 3 الوان. هنا ممكن فلفلايه خضراء او ممكن فلفلايه حمراء، يعني اي حاجه موجوده عندكم في التلاجة يعني هتسد. وهنا بقى معايا شويه بقدونس. اهم حاجه البقدونس نشيل منه العيدان اللي هي الطويله ديت، عشان يعني ملهاش اي لازمه وما بتفتش في اي حاجه. احنا هناخد بس الورق، هنقطعه كده كده، يعني حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تفرموه كويس. في الطاسه بقى هنا على النار نزلت باول حاجه بمعلقتين كده من زيت الزيتون، وبعد كده نزلت البصل بس يعني خد لون كده ودبل شويه، وبعد كده نزلت عليه بالفلفل الالوان، واخر حاجه بقى ضفتها البطاطس. وبعد كده بقى في الاخر قبل ما نقفل هنبتدي نضيف التوابل وشويه البقدونس اللي احنا فرمناهم. هنا بقى التوابل اللي معايا ملح، معايا جوز الطيب، معايا معلقه صغيره من الكمون. يعني التوابل هنا طبعا يعني حسب انتوا بتحبوا ايه، دي في التوابل اللي انتوا بتحبوها. وهنا بقى قبل ما اقفل النار خلاص كل حاجه استوت معايا، نزلت بقى بالبقدونس اللي احنا فرمناه مع بعض. وهنا بقى نبتدي نحضر بقى الصلصه اللي احنا يعني هنحطها كده في الرقاق كده من تحت. هنا معايا صلصه طماطم، وكمان ضفت عليها معلقتين كبار من زيت الزيتون، وشويه اوريجانو صغيرين لو انتوا بتحبوا طعمه وريحته، وشويه ملح برضو. يعني الملح هنا بيبقى حسب الرغبه، يعني انتوا ممكن تدوقوا وتشوفوا اذا كانت محتاجه ملح او ملحها مظبوط. هنا بقى ضفت هنا الصلصه في اول حاجه، يعني ضفت الصلصه وبعد كده بقى نزلت بالحشوه. هنا يعني وانتوا شغالين كده لو حبيتوا بقى تضيفوا زي ما انا قلت لكم تونه، هتضيفوها كده على الوش. طبعا التونه مش هتحط على النار، هنحطها كده مع الحشوه. وكمان ممكن تضيفوا كمان مشروم لو انتوا بتحبوا المشروم، يعني ممكن اي اضافات موجوده عندكم في التلاجة ممكن تضيفوها. وكمان ممكن تنوعوا، يعني بدل ما تحطوا الصلصه ممكن تحطوا كاتشب. طبعا الاطفال كلها بتحب الكاتشب، وانا اولادي كمان بيحبوها بالكاتشب عشان بيبقى مسكر شويه. اهم حاجه بس ما تملوش، يعني ما تملوش الفطيره يعني زياده عن اللزوم، علشان ما يعني الحشوه ما تنزلش معاكم في الزيت وانتوا بتقلوها. هنبتدي بقى ان احنا نقليها تاخد لون كده يعني قرمشه كده حلو من بره. طبعا انتوا زي ما انتوا عايزين، لكن انا ده اللون المفضل عندي، انا بحبها كده بتبقى واخده سنه قرمشه حلوه. طبعا انتوا ممكن تطلعوها افتح من كده، بس ده يعني اللون ده مناسب ليا، اللي انا بحبه بجد ان هي تكون واخده سنه قرمشه كده، تكون بتقرمش، فهتفرق معاكم بجد في الطعم. لكن انتوا ممكن تطلعوها طبعا، يعني مجرد ان هي تنزل الزيت تاخد لون وتطلعوها على طول. طبعا ده حسب رغبتكم وحسب انتوا بتحبوا ايه. بس كده احنا خلصنا كل الكميه اللي معانا. بجد طعمها وريحتها مش قادره اقول لكم بجد قد ايه هي جميله. جربوها بجد بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وبس كده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم. جربوها بجد بنفس الطريقة. فطاير بحشوة البطاطس جميلة جدا. اعتقد البطاطس من الحاجات الأساسية اللي دايما موجودة عندنا في كل بيت، حلوة جدا، يعني وصفة اقتصادية بدون لحمة وبدون فراخ. اتمنى يكون فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تحطوا له لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي ولسه ما اشتركتوش اشتركوا. متنسوش كمان تشتركوا على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم قناتي على اليوتيوب. واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.